اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو ديال اليوم. الا كيعجبكم الوصفات السريعه في هذا الفيديو هذا ديال اليوم غادي نقدم لكم بطاطا بواحد الطريقه اللي كتجي لذيذه بزاف وفي نفس الوقت سريعه التحضير. والاهم من هذا الشيء انها غادا تجينا محمره وتجينا مقرمشه وغير فوق البوطه، يعني ما غاديش نحتاجوا اننا نقليوها او لا ندخلوها للفران. الا بغيتوا تشوفوا معايا الطريقه والمكونات تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول مرحله غادي نبداو بها، غادي نسلقوا هنايا البطاطا. خديت هنايا 3 ديال البطاطات اللي الحجم ديالهم تيكون متوسط، قطعتهم كيف ما كتشوفوا معايا المكعبات صغار، وزدت عليهم شويه ديال الملحه وكنخليهم هنايا كيتسلقوا الماء بارد اللي درت في الاول حتى كيطيبوا لينا. المده هنا اللي طابت لينا البطاطا تقريبا هنايا 5 ديال الدقائق. من بعد ما كتكون دازت هنا 5 ديال الدقائق غادي تشوفوا معايا القوام ديال البطاطا كيفاش كنبغيوه، يعني ما كنبغيوهاش تكون معجنه بزاف، غير كنوصلوا لهذا القوام كنطفيو على البوطه وكنخليو البطاطا ديالنا يعني كتستقطر من الماء، وكندوزو باش نوجدوا المرحله الثانيه. هنا كناخذوا مقله، والعافيه هنايا كتكون مهيله، يعني كنخدموا على عافيه مهيله. كنديروا واحد الكميه من الزبده، يعني كتشوفوا معايا الكميه اللي درت هنايا ديال الزبده، كندوبوها يعني تقريبا كامله. كنزيدوا عليها بصله اللي كيكون الحجم ديالها متوسط وكنقطعوها لمكعبات صغار. كنبداو نديوها ونجيبوها في الزبده اللي ذوبناها من قبل، وهنايا غير واحد دقيقه، يعني كنستمروا في هذه العمليه غير دقيقه، لاننا هنا ما بغيناش البصله يعني تشحر لينا اولا طيب لينا في الزبده، يعني بغيناها تكون باقا خضراء لانها باقا مازال غادي تكمل الطياب ديالها مع البطاطا. وكيف ما كتلاحظوا معايا هنا البصله يعني اللون ديالها ما تبدلش كيف ما درناها في الاول، راه كتبقى. هذا الشيء اللي قلت لكم علاش، لاننا البصله ما بغيناهاش تشحر لينا. غادي نزيدوا عليها هنايا البطاطا اللي كنا خليناها على جنب، وهنايا كنبداو نحركوا في المكونات بجوج هكا باش البطاطا كتشرب من هذيك الزبده اللي درنا، وفي نفس الوقت كتبدا تحمر لينا من الجناب، وفي نفس الوقت كتشرب هذيك الزبده اللي درنا في الاول اللي غادي يخليها انها كيف ما غتلاحظوا معايا في الاخر ديال الفيديو انها من برا كتجينا مقرمشه ومن الداخل غادا تجينا رطبه. غادي نزيدوا عليها هنايا معلقه صغيره عامره ديال التحميره، تقريبا معلقه صغيره ما عامراش ديال الابزار. الا بغيتوها تجي شويه حاره كتزيدوا في الكميه ديال الابزار، ومعلقه صغيره هنايا عامره ديال الملح، والملح كتبقى على حساب الكميه اللي بغيتو نتوما. انا درت معلقه صغيره، كتقدروا تمشيو حتى لجوج معالق صغار. كنشحروا هنايا يعني المكونات كامله باش ديك العطريه كتطلق لينا في البطاطا وكتطلق لينا في البصله. وغادي ندوزو هنايا باش نزيدوا ليها واحد الكميه ديال الزبده باش هكا تزيد مازال تحمر لينا من برا، وكيف ما قلت لكم تزيد يعني تجينا فتيه من الداخل. ملي كنزيدوا الزبده ضروري كنبداو نحمروها، لان هاد الطريقه هذه هي اللي غادي تخلي لينا البطاطا انها تجينا كيف ما غتشوفوا معايا في الاخر الفيديو محمره ومقرمشه من برا. وهنايا غادي ناكد على العافيه، ضروري ان العافيه هنا تكون مهيله، يعني ما تكونش مجهده هكا باش تعاوننا ان البطاطا تجينا يعني تاخذ داك اللون الذهبي. هنا كنبدا نجمع في البطاطا ديالي الوسط، بما ان انا خدمت هنا بمقله كبيره. نتوما الا عندكم مقله صغيره بغيتوا تخدموا بمقله صغيره غادي يعني ملي غادي تخدموا البطاطا راه اوتوماتيكمون غادا تجمع لكم. انا بالنسبه ليا كما قلت لكم مقله هنا كبيره كنحاول نجمعها على شكل يعني تجينا على شكل خبيزه في الوسط. ملي كنقاد هنايا الشكل اللي بغيت غادي نبدا نزيد هنايا في الفرماج، والفرماج هنايا كيبقى يعني على حساب المتوفر عندكم. بغيتوا تخدموا بهذا اللي كنخدم به انا راه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف لهاد الوجبه. الا ما كانش متوفر عندكم خدموا يعني بالفرماج او الجبن المفروم، حتى هو راه كيعطي نفس المذاق. هنا ملي كنكمل من الكميه ديال الفرماج غادي نبدا هنايا نزيد شويه ديال الزبده في الجناب كيف ما كتلاحظوا معايا، وكندوزو هنايا كنغطيو على المقله حتى كيذوب لينا داك الفرماج كامل. وفي نفس الوقت غادي نزيدو نقصو هنايا على البوطه. كتلاحظوا معايا انني نقصت البوطه هكا كتذوب لينا ديك الزبده بشويه، وهكا يعني ديك البصله او ديك البطاطا ديالنا كتحمر لينا مزيان وكتجينا مقرمشه من التحت. وهنا ملي كطيب لينا البطاطا وكيذوب لينا الفرماج كنرشوهم بشويه ديال القزبر ومعدنوس اللي كيعطيهم واحد اللذه زوينه بزاف، وكنقدموهم بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. حطيت لكم هذا كاقتراح بالنسبه للناس اللي محبين الوجبات السريعه وخصوصا الوجبات ديال البطاطا اولا البطاطس. لاحظتوا معايا في الفيديو انني يعني وجدتها اولا حمرتها غير في المقله وما خدتش معايا وقت طويل، يعني في 10 ديال الدقائق قدرت انني نوجد يعني وجبه ديال البطاطا اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف، واللي تقدروا ترافقوها مع وجبات رئيسيه بحال الدجاج بحال السمك، يعني بزاف ديال الوجبات اللي رئيسيه. وفي نفس الوقت كنبدلوا الروتين ديال البطاطا اللي متعودين يا اما كناكلوها يعني مقليه اولا في الفرن. كتلاحظوا معايا اننا هنا البطاطا كيفاش كتجينا يعني محمره، كتبان لكم محمره من برا ومعلكه،
وفي نفس الوقت كتجي هشيشه ورطبه من الداخل. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تدعموه بلي لايك والبارطاج وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وجبه جديده.